كمغربي عشت في وهران وكمغربي عشت واحد المده طويله في وهران، شفت عجب العجاب من خوتنا الجزائريين. وكاينه واحد المعلومه اللي الناس الاغلبيه كيجهلوها وما عارفينهاش، وهي بانك انت كمغربي اقسم بالذي سخر محمد بالحق والذي انزل الكتاب، والله ما تجوع في الجزائر ولا يكون خاصك الخبز في الجزائر. فنة وعندهم الطبيعة واعرة وعندهم البحر كيحمق وعندهم دي زوندغوا هيستوريك كيسطيو تيبازا. الجزائر سي ان تري بو بيي. الجزائر بلادهم واعرة زوينة الطبيعة فنة وعندهم لو غاز ناتوريل، راه ما تنساوش هاد القضية. يا خوتي كلكم غادي تعرفوا الشعار ديالنا هذا ديال الجزائر، كل شيء غادي يشوف هذا الشعار غادي يعرف بلا هي المنتخب الجزائري من الجزائر. هي هذا لاتوني ديالهم. علاش جيت نقول لكم هذا الفيديو هذا؟ جيت ندير هذا الفيديو وبغيتكم تبارطاجيوه لاوسع نطاق وبغيتكم تطفيو نار الفتنه. انا جيت اليوم من الان فصاعدا، ما كان غير الطاقه الايجابيه وما كان غير الامور اللي غادي تصلح ذات البين بيننا وبين خوتنا في الجزائر. انا كمغربي عشت في وهران وكمغربي عشت واحد المده طويله في وهران، شفت عجب العجاب من خوتنا الجزائريين. وكاينه واحد المعلومه اللي الناس الاغلبيه كيجهلوها وما عارفينهاش، وهي بانك انت كمغربي اقسم بالذي سخر محمد بالحق والذي انزل الكتاب، والله ما تجوع في الجزائر ولا يكون خاصك الخبز في الجزائر وانت كمغربي. ولو ان الخبز يكون مقطوع على الجزائريين كاملين وانت كمغربي كان خاصك الخبز، والله حتى يعطيوه لك. وهذه كنقولها ماشي مره ماشي زوج ماشي ثلاثه. تكون مغربي وخاصك الخبز في الجزائر، مثلا تقطع الجزائريين كاملين وجيت انت كمغربي وكان خاصك الخبز، يعطيو لك ديك الحق ديالهم من الدار. وهذا الشيء صرات لي انا في وهران. والذي نزل محمد بالحق هذا الشيء صرا لي في وهران بالضبط في حي لي زاموندي. ولا شي حاجه خوتي ما تسمحوا لي لا دنيا ولا اخره. والناس اللي كيسكنوا في حي لي زاموندي نعطيكم حتى البلاصه فين كاينه بالضبط والحانوت بالضبط فين كاين في زاموندي في وهران. هذا السيد هذا مول حانوت مشيت عنده، وكما كتعرفوا بان في الجزائر كلهم ما كيخدموش نهار الجمعه، نهار الجمعه كيكون عندهم عطله. مشيت عندهم عند مول الحانوت وانا ما كنتش ضابط الوقت وكنت ناسي سهوا مني، ما كنتش عارف الوقت بانه مثلا بالليل راه الخبز نهار الجمعه كيكون ناقص شويه. مشيت عنده قلت له تعطيني الخبز، قال لي ما كاينش. وكان الليل يعني اغلبيه تاع الحوانت الجاد لقاهم بالعين. هذا السيد هذا عارفني انا مغربي، جيت خارج قلت له ما كاينش شي حل كذا، قال لي شوف الحوانت على الله. كي جيت غادي عيط لي قال لي ارجع. جيت عنده قال لي شحال خاصكم خبزه؟ شحال كاين من واحد؟ قلت له ودي راه كاين غير انا بوحدي. قال لي انت بوحدك؟ قال لي صبر دخل للدار تعطل واحد شويه ارجع عندي. عطاني الخبز نتاع الدار، اسمع مزيان، الخبز ديال الدار، وعطاني معها ميني بيتزا يعني ديال الدار هو صاوبها. انا عجبني الحال، من لقيت الخبز صافي فرحت. وصراحه يعني العشاء كان واجد، كل شيء واجد، خاصني غير الخبز كنت ناسيه. فرحت جيت نخلص له، قال لي اش كدير؟ قلت له ودي نخلص لك. وبقى قال لي روح بصحتك، وبقى يضحك معايا. قلت له ودي لا راه هذا خبز وخبز ديال الدار. قال لي لا، حنا عندنا قاعده في الجزائر، الخبز ملي كيخرج من الدار ولا شي حاجه تخرج من الدار ما كتغرمش وما كتعوضش وما تخلفليش، يعني ما كتشرى ما كتباع. هذه عطيناها لك يعني ديالك، هذا رزقك يعني صدقه ليك. انا عجبني الحال حيت هذا الشيء انا كنت كنشوفه في المغرب. حنا في المغرب عندنا في المغرب الا تهرست شي حاجه في الدار ولا شي صدقه ما كتغرمش عليها نهائيا وما كتعوضش وما خصكش تخلفها. يعني كاين صحابي كان عندنا في المغرب هذه القاعده، يعني عرف توارث عندنا في العائله في الاجداد كنا كنديروها، ولكن لقيتها حتى في الجزائر وعجبني الحال بزاف. وداك مول الحانوت يعني لدرجه ان الصدقه زاد طالت بزاف ولا عزيز عليا لواحد الدرجه ما كتصورش. ورجعت سكنت في ذاك الحي حتى انني جيت لاسبانيا، يعني بقيت في ذاك الحي عجبني بزاف حتى صافي سهل عليا الله وجيت هنا لاسبانيا. هذا علاش كنقول لكم اخوتي هاد الفيديوهات بغينا نتبارطاجاو. علاش؟ لان النيفو قلت لكم طلع بزاف ولا السب والقتل بين المغاربه وبين الجزائريين، بغينا هذا الشيء يحبس. وباش غادي يحبس بكم نتوما. انا كنطلب الله عز وجل يوفقني لما يحبه ويرضاه، باننا نطفيو نار الفتنه بين الخوت. هاو هاد لاتوني هذا عطاني جزائري هنا في اسبانيا. هاد لاتوني غالي عليا بزاف وكنلبسو دائما، وكنلبس عاوتاني تاع المنتخب المغربي، كون عندي تاع التونسي نلبسو، ديال الليبي نلبسو، والمصري نلبسو، ما عنديش مشكل نهائيا بين الاخوه العرب. انا ما كرهش لو كان الحدود تحل من المغرب مرورا حتى لمصر، يعني الشمال الافريقي كامل يكون طريق وحده، ما كرهناش الله غالب. ولكن حتى حاجه ما كتوعر على الاخوت، وإلا قال لها الله كن فتكون. وان شاء الله باذن الله هذا الجيل اللي غادي يكون ما غاديش يكون جيل فتنه والسب فيا نسب فيك وعاير فيا نعاير فيك. باذن الله غادي يكون جيل واعي وناضج
وان شاء الله غادي نزرعوا البوادر والحوايج اللي غادي نزرعوا الايجابيه بين الخوت، ونطلبوا الله عز وجل انه ينصرنا لهذا الشيء اللي كنطمحوا ليه. الجزائر مستحيل تجوع، وكنحيي الناس القبائل، كنحيي الناس الشلف والناس وهران وناس تلمسان وناس مغنيه وناس بلعباس وناس الغزوات والجزائر كلها، راه ازيد اكثر تقريبا من 30 ولايه اللي كاينه في الجزائر كلها كنحييوها، وكلنا خوت، وكلنا بغينا الحدود تحل. ورغم ان داكشي اللي كتشوفوه في المواقع وكذا داكشي راه ما منه حتى شي حاجه خوتي، راه كنحلف بالله العلي العظيم وانت كمغربي والله ما تجوع في الجزائر، وانت كجزائري اقسم بالذي بعث محمد ما غادي تجوع في المغرب، ويشوفوك جزائري والله العظيم ما تجوع، ولو يوقع اللي بغى يوقع حتى هم المغاربه الجود والكرم. اما الجزائريين خصوصا الناس الشلف وناس القبائل وناس، راه حدث ولا حرج في الجود والكرم. هذا علاش بغينا هاد الفيديوهات بحال هكا يتبارطاجا، وبغينا الناس تموتيفي بعضياتهم، ونطلبوا الله عز وجل يهدي دوك الناس اللي كيسبوا سواء المغاربه سواء الجزائريين، ونطلبوا الله عز وجل يهدي الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهو هاد لاطوني عطاهني واحد الجزائري ما كنعرفش الاسم ديالو للاسف، يعني عطاهني عن حب، مع ناقشت انا وياه شويه كاع الجزائر، شاف الافكار ديالي، عجبوه الافكار ديالي، عطاني هاد لاتوني هذا الله يجازيه بالخير والله يكثر خيره. نطلبوا الله عز وجل يسهل عليه، وكان باغي يمشي لفرنسا، يعني السيد هذا متواجد في فرنسا، الله اعلم ما الاسم ديالو، ولكن انا كنواعد بان الجزائر هذا الاعلام هذا غادي يبقى عندي مدى الحياه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الجزائر فنة وعندهم الطبيعة واعرة، وعندهم البحر كيحمق، وعندهم دي زوندغوا هيستوريك كيسطي وتيبازا. الجزائر سان تري بو بيي. الجزائر بلادهم واعرة زوينة، الطبيعة فنة، وعندهم لو غاز ناتوريل، راه ما تنساوش هاد القضية هادي. اصلا الجزائر فيها بوابة نجمية فراسكم وفراسكمش. روحتي لوهران اوف كورس، مشيت لوهران وعشت في وهران. دابا الناس راه بزاف الناس كيغنيو وهران وعمرهم ما عرفوا لي باغول ولي كارتي. الحمري سان كارتي في وهران، سيد الهواري تا هو سان كارتي. كاين واحد البحر قلتش على ديك لا ريجون فيها اون بلاج فيها لو سابلو بلون بحال ديال زنزبار، الرمله رقيقه مانيفيك. انا كنت عايشه قدام اون بلاج سوفاج فيها الدريجات، شحال كنت كنهبط لها. موستاغانم الرضا ماشي غوليزان، موستاغانم. وانا كانت عندي صاحبتي ساكنه في موستاغانم سابلو دور. جو بونس كو هي هادي اللي ما بقيتش عقلت. تحياتي خوتي الجزائر. كتهضر بها راه دير معامله مالكم دايرين بحال هكذا. واش تا واحد تسب وكتستنى منه غادي يرمي عليك الورد؟ ما يمكنش. عامله بالحسنى يعاملك بالحسنى، هذه راه حاجه معروفه. والحمد لله وها هي يعني الحمد لله لقيت انا واحد التجاوب. ودخلوا لي الناس في لي بريفي الله يكثر خيرهم، وكيقول والله العظيم والتعاليق هي مكتوبه، كيقول لك يا ودي خويا مسحافين. علاش غادي مسحها فيكم نتوما ما درتوا والو؟ ما مسحها فيكم ما والو. ولكن احنا قلنا يحاسبوا الله على اللي دار شي حاجه، يحاسبوا الله سواء كان مغربي ولا جزائري. برك انا من هاد الفتنه عيينا هلكتنا هاد الفتنه. وحاجه واللي عجبني اكثر واقسم بالله انا وجهت نداء لعمي تبون الله يحفظه على انه هذا السيد بحال هذا خصو كما قالوا خصو يتفتح تحقيق. ونقولها حتى للملك محمد السادس، اي واحد سب شي رمز او الشهداء تاع الجزائر راه خاصو يتعتقل، خاصو يتفتح معاهم تحقيق. هاد الناس لانهم فاتوا كل الخطوط، فاتوا الخطوط الحمراء، ما بقاتش غير ما بين شخص وشخص نقولوا راه تعايروا ولا دابزوا على، لا مشاو الرموز خطوط حمراء كتبقى سواء عندنا ولا عندهم. ويعني والحمد لله لقيت واحد التفاعل كبير، الاخوان بارطاجوه لا مع الشرطه الجزائريه ولا مع الدرك الوطني ولا مع الجيش الشعبي، يعني وراهم تقدروا تدخلوا وتشوفوا تما بارطاج صفحات حقيقيه ماشي كذوب.
وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، ويمكن المبادره تاع الخير تجي من عندكم نتوما الاول وتبادلوا هاد احنا من عندنا ما عرفناش فين كاين الخير لا عندنا ولا عندكم. المهم الله ينزل علينا شي رحمه وبارك الله فيكم، وشكرا بزاف خوتي الجزائريين، وتحياتي لكم. خوكم سندباد الشرق من وجده، تحياتي لكم وتبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم.